مرتبع في حالة السراح. اليوم عاوتاني تقدمنا بطلب السراح. كما شفتوا درنا مجموعة من الدفعات الشكلية اللي مست الصراحة واللي شافت المحاضر ديال الضابطة القضائية اللي درناها في الدفعات ديالنا الشكلية، واللي اعتبرنا ان هذيك المحاضر ديال الضابطة القضائية محاضر باطلة لانها لم تحترم مجموعة من الضمانات القانونية التي تعتبر ضمانا للمحاكمة العادلة، وكذلك في ملفات كهذه فيها ضرب وجرح او تبادل الضرب والجرح اللي كيتعاقب عليها الفصل 400 و 401 انها كتكون العقوبة ديالها ما كتكونش بحال هذه المحاكمة الماراثونية اللي عرفتها المحاكمة ديال اليوم، اللي تجاوزت فيها ما بين التحقيق وجلسات الحكم والاعتقال الاحتياطي والتقديم امام النيابة العامة، تجاوزت فيها 6 ديال الجلسات. مازال الملف توخر للجلسة ديال نهار 5/1 باش تعتبر دخلوا في المناقشة ديال الموضوع. كنا نتمنى ان يتابع الحق في حالة الصراح، ولكن حينما نأتي إلى مناقشة الموضوع سنبين للرأي العام وكذلك للمحكمة أن ملف لا يتعلق بالضرب والجرح، ولكن يتعلق بالنشاط السياسي لمعاد الحقل وبانتمائه لحركة 20 فبراير.